ما بين القرن السابع الميلادي ونهاية القرن السادس عشر الميلادي، كانت الحضارة الإسلامية ومنارتها العلمية في القاهرة وبغداد ودمشق وقرطبة ومعظم أراضي الدولة الإسلامية مزدهرة في العالم، وبتعتبر المراكز العلمية الأولى في العلوم والصناعات، ومقصد لكل طالب علم من جميع أنحاء العالم. وبما أن العلوم هي نور الحياة، فالحضارة الإسلامية كان كل اهتمامها هو التطور في كل ما يتعلق بشتى مستلزمات وركائز الحياة. وأكيد الإنارة تعتبر من أهم الركائز الأساسية في الحياة، خصوصا في العمارة الإسلامية. ازاي المعماري المسلم او الفنان المسلم كان بيضيء داخل المنشأة بتاعته. في البداية كان بيهتم قوي نعمل الصحون المكشوفة والأفنية المكشوفة زي ما بنشوف في المساجد والمدارس والقصور، دي بتزود الإضاءة. بدأ كمان يعمل المعماري المسلم حلول زي إن هو يعمل حاجة اسمها الملقف. الملقف ده كان بيبقى في سقف الأبنية، بيتعمل بزاوية معينة علشان يزود التهوية وكمان يدخل الإضاءة لداخل المنشأة. فالمعماري المسلم كان عنده حلول وإبداع في تصميمه للعمارة الإسلامية، مش بس في توظيف المساحات، بل كمان كان بيوجد حلول للتهوية ودخول أكبر كم من الإضاءة. بعد كده بدأنا نشوف حاجة اسمها شخشيخة، ودي بتبقى حاجة شبه القبة أو واخدة شكل مضلع، قبة مضلعة شوية، بتبقى مفتوح فيها نوافذ وشبابيك صغيرة بتزود برضو المكان بالإضاءة وبالتهوية. فعشان كده بدأ يستغنى عن فكرة الملقف بعد كده. بدأنا كمان نشوف النوافذ، شفنا نوافذ من الجص، من الرخام، من الحجر، بنشوفها داخل المنشآت. وبدأ بعد كده يزين الشبابيك أو النوافذ دي بكسرات صغيرة من الزجاج الملون، فبالتالي كمان بقى الإضاءة داخلة جوه المنشأة بألوان لطيفة جدا بعد انعكاس ضوء الشمس عليها. الفنان المسلم أبدع في تطوير الشبابيك الجصية الملونة اللي بتسمح بدخول قدر كبير من الضوء داخل المكان في النهار، وفي نفس الوقت بتمنع المارة من رؤية أهل المنزل من الخارج، مع تنظيم دخول الهواء داخل المنزل وكأنه تكييف طبيعي. وعلى نفس فكرة الشبابيك الجصية ظهرت فكرة المشربيات اللي بتعتبر موضوع كبير ليه أهمية في العمارة الإسلامية. فاختراع المشربية مرتبط ارتباط كبير باحترام خصوصية نساء المنزل وخوف المسلم على حرمة بيته. فالمشربية في تصميمها واعتمادها الكبير على وحدات الخرط الخشبي المعشق بيسمح بدخول أكبر كم من الضوء والهواء لداخل المنزل، مع الحفاظ على حرمة أهل المنزل، بحيث بتسمح بالنظر على الشارع من خلف المشربية، وفي نفس الوقت المارة في الخارج استحالة يشوفوا مين ورا المشربية.
الدواعي المعيشية والدينية للحياة خلت المسلم بيهتم بوجود أدوات إضاءة صناعية لإنارة المساجد وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء ووقت صلاة الفجر. وفي نفس الوقت توفير سبل آمنة للمارة في الطرقات لقاصدي المساجد في الأوقات المعتمة. والحرفي المسلم كان مبدع في صنعته واهتمامه، وما كانش خاص بالناحية الوظيفية فقط، لا ده كان بيهتم بالناحية الجمالية بشكل كبير. فمنتجاته من مختلف وسائل الإضاءة كانت بتعتبر تحف فنية رائعة الجمال. ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بيصنف من أهم متاحف العالم اللي بتضم نماذج كتير من إنجازات الحضارة الإسلامية في كافة المجالات، ومن أهمها وسائل الإضاءة المحمولة وهي المسرجة. بدأنا نعملها في الأول من الفخار، بعد كده شفنا المسارج من المعدن. دي وسيلة إضاءة صغيرة بتستخدم في الأغلب داخل المنازل أو داخل البيوت، بتزود بنوع من أنواع الزيوت، وبعدين بيبقى فيه فتيل بيتم يعني تشغيله عن طريق الزيت ده. المسارج كانت بتعتبر من أهم أدوات الإضاءة، وفي وصفها هي شبيهة بالقارب، وبتحمل في داخلها زيوت بتشتعل عن طريق فتيل في نهاية طرف فوة المسرجة، وبتمتاز بأن حجمها صغير وبيسهل التنقل بيها، ولكن كانت مشكلتها الوحيدة أنها لا تصلح في الأماكن المكشوفة، وده بسبب أنها كانت لما تتعرض لريح بسيطة كانت بتنطفي بسهولة. والمسرجة كان ليها ارتباط كبير بطلبة العلم والسهر ليلاً لتحصيل الدروس، وكانت المسارج والزيوت أحد أهم المصروفات الدراسية الشهرية حتى يتمكن الدارس من المذاكرة والاطلاع في أماكن مبيت الطلاب ليلاً. المشكاة بتعتبر من أهم وسائل الإنارة في الحضارة الإسلامية، وبتعتبر رمز للنور والعلم. فاختراع الفنان المسلم للمشكاة كان اختراع عظيم، وهو قدر أن يستغل شفافية الزجاج لانتشار أكبر قدر من الإضاءة، وفي نفس الوقت الزجاج بيحمي شعلة المشكاة من تعرضها للهواء وإنها تنطفي بسهولة. متحف الفن الإسلامي بيضم مجموعة كبيرة من المشكوات الزجاجية، وفي مجموعة منها بتخص السلطان الناصر حسن اللي تولى حكم مصر على فترتين. وبدأنا نشوف على المشكاة غير الآيات القرآنية والخطوط، بدأنا نشوف عليها الرنوك الوظيفية والكتابية اللي بتعبر عن وظيفة صاحب المشكاة، وبدأنا نشوف برضو الدعاء للسلطان وأسمائه وألقابه. بدأنا كمان نلاحظ على أغلب الفنون الإسلامية الخط العربي. الفنان المسلم اهتم جدا بالخط العربي وأبدع فيه وعمل منه أنواع كتير بنشوف منها على المشكوات، وطبعا بنلاقي جزء من سورة النور بنشوفه متكرر على كتير من المشكوات الزجاجية. وكمان كان بيرسم على زجاج المشكاة رنوك مرسومة، وكان أشهرها رنك الكأس، ورنك ده كان مشهور في العصر المملوكي، وبيدل على أن صاحبه ذو منصب رفيع، وبيدل على أنه بيشغل وظيفة مهمة وهي وظيفة ساقي السلطان. ووظيفة ساقي السلطان كان بتعتبر من الوظائف المهمة في العصر المملوكي، لأن وظيفة الساقي إن هو بيشرب من أي مشروب يشربه السلطان، تجنباً أن المشروب يكون مسموم حتى لو مجرد شربة ماء.
ومن أهم وسائل الإضاءة المستخدمة لغاية النهاردة هي الشمعدانات، والمتحف الإسلامي بيضم أجمل شمعدانات في تاريخ الحضارة الإسلامية. عندنا كمان شمعدانين مهمين جدا في متحف الفن الإسلامي من الفضة المكفتة بالذهب. كان سلطان قايتباي في العصر المملوكي عملهم خصيصا لحجرة المسجد النبوي الشريف. الشمعدان بنشوف شكله بدن مخروطي، وبيبقى في آخره فوهة مفتوحة بنسميها الشماعة أو مكان الشمعة. النجف الموجود حاليا في عصرنا الحالي هو تطور للتنانير اللي ازدهرت في العصور الإسلامية، وتطورت وأخذت أشكال بديعة غاية في الروعة والإبداع. ومتحف الفن الإسلامي بيعرض مجموعة من التنانير بترجع للعصر المملوكي، ومن أهمها تنور خاص بمسجد السلطان حسن، والتنور متعدد الطوابق، وأسفل التنور طبق معدني كبير ليه أهمية كبيرة، هو تجميع الشمع المسال وحماية رؤوس المصلين من سقوط الشمع المسال عليهم. طيب احنا عندنا قلنا نماذج او وسائل اضاءه كبيره الحجم وبتبقى عاليه في المكان، فطبيعي يكون في ظهر حد متخصص او وظيفه حد متخصص يهتم بوسائل الاضاءه الكبيره اللي بتعلق في الاماكن على بعد كبير، علشان يهتم بيها ازاي يضيئها وازاي يزودها بالزيت والفتائل. الشخص ده كان اسمه الوقاد، ده كان بيهتم بوسائل الإضاءة اللي في الأماكن الأسقف العالية زي السريات والفوانيس والتنانير. وحتى الآن الآثار الإسلامية هي دليل كبير على عظمة ورقي الحضارة الإسلامية على مدار التاريخ.